السلام عليكم. اليوم حبيت أوريكم الوجبات اللي عندي مال الدجاج الهراتي الأفراخ. أخواني، هذا الوقت هو أحسن وقت ممكن نربي بيه الأفراخ بأنواعها، مو شرط هراتي عرب، شو نريد نربي. هو هذا الوقت المناسب لأن الجو راح يكسر، كهرباء شوية زينة، كل ما نحتاج له إلى خانات. هسه أنا مربي هاي الوجبات لأن هذا الدجاج غالي، يعني مستوردة من تركيا، وناشر لكم فيديوهات قديمة عن هذا الموضوع. نهتم بالعلف مالتين، هذا علف خاص للأفراخ، يصير شوفه تقريبا مجروش، وهاي الحبة الخضراء اللي بيه هاي البازاليا الخضراء هم مفيدة للأفراخ. طبعا اكو محلات خاصة تبيع لك علف خاص بالأفراخ، وجاي اشوف عليه النمو. يعني هو صح شوية غالي، يطلع الكيلو ب1500 اذا مفرد، اذا تاخذ كيلوات ب1500، اذا قونية يمكن شوية تفرق لك. مي يمهن بالخانة. أهم شيء الخانة خشب، لأن الخشب يمتص الرطوبة، شكل رطوبة تجي من المي من الأفراخ، من التنفس مال الأفراخ تمتص الخشب. هذا الخانة الخشب. والإنشارة أيضا ضرورية جدا. إذا ماكو ما تلقي إنشارة ممكن تخلي تبن، وإذا ما لقيت تبن تخلي كارتون، وإذا ماكو كارتون تخلي ورق. لازم فشي يمتص الرطوبة. واحد من الاخوان كاتب لي يصير اخلي برادة يمكن مال تذكرت مال الالمنيوم، يعني برادة مال الالمنيوم، يمكن يما معمل مال الالمنيوم وشاف البرادة مالته ويريد يخليها. اخوان ديروا بالكم تخطون هيك خطأ. الحديد هاي البرادة غيرها، هاي رأسا تقتل الدجاج، تقضى عليه رأسا، فلازم نتجنب هذا الموضوع. اهم شيء مادة تخليه، واذا كلش ماكو اي شيء خلي كاربت قديم عندك، خليه يلهن ما عليه شيء. هاي اهم المواضيع اللي نهتم بيها. العلف مثل ما قلت لازم نهتم بيه، العلف ضروري طبعا اخواني. وقلوب عندك حراري، هذا يفيد حتى لو يكسر الجو، يعني هسه راح يكسر الجو بس تبقى بالليل باردة، خاصة اذا افراخك، يعني الافراخ هاي طبعا انا مسويها وجبات، كل خانة وجبة، لأن عندي ديوشة مختلفة، فلازم أعزل أعرف هذني بنات هذا الديك، هذني بنات فلان ديك، على مود أميز ياه الأفضل ياه الأحسن. هذني بنات مثلا من هاي الدجاجة. أيضا الدجاجة تلعب دور بالدجاج الهراتي، أنا أتكلم مو باقي الدجاج. أو باقي الدجاج إذا كان زينة أيضا لازم تعرف النسل مالته، يعني ياه الأفضل هذا الدجاج لو ذاك الدجاج. هسه هذني ما شاء الله النمو مالتهن حلو، اعمارهن حلوة. الخانات عندي تقريبا بال20 خانة، مثل ما قلت لكم نفرز كل ديك على حده. بالمناسبة اخواني سويت قناة خاصة للدجاج الهراتي، راح تلقوها بنهاية هذا الفيديو، راح تطلع لك فيديوهات 2، ممكن تدخل عن طريقهن للقناة الثانية، او بالوصف موجود الرابط مال القناة الثانية، لأن أريد يعني أطلع الهراتي والدجاج وتربيته ووضعيته كلها من هاي القناة، لأن جتني انذار وما أريد هاي القناة تنغلق من وراء الدجاج الهراتي، فخليت قناة خاصة بهذا الموضوع. يعني يا ريت تشرفوني باشتراككم بذيك القناة، يعني عشاق الدجاج الهراتي يا ريت يشرفني بذيك القناة. المواضيع الثانية اللي لازم نهتم بيها اخواني هو السقايات مال المي. السقايات مال المي لازم تتنظف دائما، لا نتعاجز من عندها. لازم على طول ننظف السقايات مال المي، ويا ريت بمادة معقمة، يعني خلي مثلا كل يومين، هي كل يومين المفروض تخلص مي اذا افراخ بيها هواي واعمارهن كبار، يعني لازم يومين بالزايد، يومية بعد افضل. الافراخ لازم تجوع اخواني، يعني بهيك عمر لازم نجوع الافراخ، مو نعطيهن 24 ساعة اكل، ترى يتمرض الدجاج. لازم وجبات، وجبتين باليوم، دجاجة تبيض وجبتين باليوم. نحافظ على صحة الدجاج بالوجبات اخواني، من نعطي اكل 24 ساعة حتى ما راح ياكل، اذا 24 ساعة ظل جوا الاكل ما راح ياكل. وربي يوفق الجميع، واتمنى لكم كل خير.